جميع المعارضة يعني لنا علاقة معها. وثاني احنا اكثر دولة سببت ازعاج للسعودية. انتوا حتى تلفزيونكم ما يقدر يقول شيء على السعودية. المطوع هذا اللي مسكوه الان في المدينة ما حد تكلم عنه للجزيرة. بيتي هذا من الحرمين الشريفين في المدينة. مسكوه منعوه من الخطابة. يا اخي السعودية وهابية وقطر وهابية. ليش قطر فيها حرية اعلام، فيها المرأة لها حق الانتخاب، يعني نظامهم يختلف. المن هو الشيخ عبد الوهاب جدي رقم 16. فيعني هذه حتى الصحافة الأمريكية تكلمت عدة مرات عن هذا الموضوع. بس أنا أقول لك السعوديين على فكرة عبد الله مسكين. عبد الله الآن اللي يدير سعود الفيصل. السودان ما السودان الله يخرب بيته. هذه الأزمة رحنا وقفنا معاهم من السنة 90 من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولما بدأ السودانيين ينتصرون في الجنوب فجأة اختلف الترابي مع البشير ورجعنا إلى الصفر. طيب مين اللي خلاهم يرجعون إلى الصفر؟ لما بدأت علاقتهم مع السعودية ومصر. الأمريكان لو نجحوا في العراق الخطوة الثانية على السعودية. حتى سعد الفقيه ترى ما في مشكلة، هو استضافوه كذا مرة تعليق على أحداث مع السعودية. أبا أنت بصارحة حمد بن جاسم يعتقد يعني نتوصل معاهم إلى حلول. احنا 90% من المجموعة اللي حوالي مخطين حمد بن جاسم، بس قالوا اوكي نعطي حمد بن جاسم فرصته. الشيء الآخر لا يمكن كل تفاهم. احنا هذا الشيء نعرفه لأن القطرس اللي عندهم ما تسمح لهم أن حد يتفاهم معاهم. احنا مش حنصلح معاهم لكن اعطونا الوقت. لا احنا نقول انه بنصلح لك العائلة. إذا الله أعطانا عمر 12 سنة ما في عائلة. أذكرك هذا الكلام. أنت الحين تعرف أن ما عاد عندهم قرار. في خلاف شديد بين السلطان وبين عبد الله بن عبد العزيز. خلاف كثير. مش محتاجين لهم. لا مش محتاجين لهم احنا. وأي مشروع هم بيعملون معانا. هم تكلمنا عن مشاريع مشتركة وعن ايش بعد؟ انبوب غاز وعن لجنة مشتركة للتنسيق السياسي. يعني احنا قصة طويلة. طيب اذا احنا في تنسيق سياسي بيننا وبينهم احنا بنجي للقمة في دمشق وبنحرض الدول الثانية انها تيجي. لو في تنسيق كان احنا يعني تلكأنا. شوف اللي مسقين مع السعوديين الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. والله يا معمر ان هم منتهين ما في قرار. لكن ما في شك ان مصر والسعودية هم اللي حلوا بالخزي على العرب. هم الدولتين الرئيسيين. المشكلة ان حتى رجال الدين من القبيلة من أخو تميمي تكلموا ضده وهم أخطأوا في هذا. هم الآن في تغيير صاير يعني بس يريد له وقت. وسعد الفقيه برنامجه ماشي في السعودية على فكرة. في عدد من المساجد يتجمعون فيها، الأعداد تزيد. هذه أكيد يعني عن هذه التهدئة اللي أنت تعتقدها. إحنا اللي خلقنا قناة الحوار في لندن، وإحنا اللي بنغذي قناة الجديدة صفاتهم الفوقية لا تسمح لهم بالتحكم في المملكة. هذه يسألني عنها. هي قضية وقت. هو لولا ارتفاع أسعار النفط اللي حصل خلال ال7 سنوات الماضية أقسم بالله الآن ما في شيء اسمه سعودي. لكن أسعار النفط يعني الإمارات مسؤولة نوضح لهم لأن بعد ما حد لهم يروح بفارق الرياح. ونمشي على خط معين في التعاون. أي دول رايحة تتعاون لازم الدول الغربية تفكر كيف تتعامل معها. إحنا لازم نعمل المحور هذا وتشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء. لأن بعد إحنا من مصلحتنا أن دعم هذه الحركات بهدوء لأن هي قضية وقت. وأنا مثل ما قلت لك أنا أقول إن إذا الله أعطانا عمر 12 سنة أشك كبير إنك تشوف
الأسرة السعودية. مستحيل مستحيل في قبض في المنطقة الشرقية، في قبض في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم، في الحجاز. جدنا خبيث قال يا ابن سعود انت الزكاة لك، ويعرف انه يحب الفلوس، فالزكاة كلها تروح لابن سعود. يعني هذا كان كل همه كيف يوحد العرب، كيف يطرد الأتراك. وفعلا في جزيرة العرب تمدد رهيب. محمد بن عبد الوهاب دولة أرادت إذانها هي السعودية، أكثر دولة. والله حتى قبل المؤامرة كنا نحس أنهم يغمرون لنا شر، لأنهم ما كانوا يريدون أي ناس يكون عندهم قرار مستقل. يعني هذه، وإحنا مرينا في فترات المؤسس قاتل السعوديين، جاء ابنه هادن السعوديين، ابن جدي اللي هو جدي واجه السعوديين، بعدين جاء عم والدي حاكم، هذا ابنه لا ما هذا، بعدين جاء أبوي وأبوي هادنهم إلى لا خلاص إن شاء الله يعني تستمر. نفسية لما تسمع كارتاح، ما في عندك يعني انك قضية انك تسترخي حالك ولا انت تفهم الاخرين ما يفهمون، ويعني في طبيعة بدوية، في يعني ناس على طبيعتهم غير عن واحد اذا بيتكلم معك يتكلم وهو يعتقد انه هو الاذكى هو الافهم، وهذا ما تحمل هذا. الان عندهم في السعودية بدأوا في الجامعة مختلطة. انت تصور الشيعة ضد العائلة المالكة، الجنوبيين اللي هم الزيود والحوثيين والإسماعيلية ضد العائلة الحاكمة. الآن العمود الفقري أصبح ضد العائلة الحاكمة. ايش بيكون المستقبل الآن؟ احنا الآن نسجل الأخطاء اللي هم يرتكبونها علينا في إعلامهم وفي صحتهم، ورايحين ننفجر، وهي لحد يوصينا في الموضوع. الحين جالسين نسجل اللي عملوه ضدنا، بس احنا عندنا نفس، احنا ما همنا الانتقاد، عندنا نفس، بس على اساس لما نبتدي في عملية اي اشتباه نقول له والله انتم بدأتوا كذا تسجيل علينا. وطبعا هيكل في حلقته الأخيرة لما قال عن خالد القصيدي وعبد الله بن عبد العزيز يروح اليابان على اساس ان القصيدي يكون رئيس اليونسكو قبل 4 5 سنين، هذه فيها ضربة للسعودية عقلية يعني عجيبة. مشكلة مع السعودية رايحة تقترب علاقتهم إلى الأبد. يعني تذكر الإمارات اللي كانت مع السعودية ضدنا، الآن شوف إيش عملوا فيها. احنا سعد صفية في محطتين استطيع أتكلم فيها، حوار وجديد في لبنان. اللي ورط علي صالح في حرب الحوثيين هم السعودية. احنا كنا عاملين مبادرة الحوثيين موافقين عليها، وهو علي صالح موافق عليها. بالاخير جيرانه جاره الشمالي السعودي قالوا لا وعطوا فلوس. انت تعرف ان الطيران السعودي قصف الحوثيين. احنا بالنسبة لنا احنا نعتبر هذا النظام فاسد، وهذا نظام أبل مكة والمدينة. والله مش عنهم اختلفوا مع القذافي ومع هؤلاء، هم اللي أدلوا. تشوف تاريخ العرب هم دائما يفعلون فساد.